صباح الخير. للأسف البداية مش مثالية بقى وصلاة الفجر وكده، بس أتمنى إن شاء الله بكرة نعرف يعني. الساعة دلوقتي 11، فيلا نبدأ يومنا بقى إن شاء الله. وبشاركوني برضو في التعليقات ايه اللي متراكم عليكم بالظبط، او ايه اللي انتوا عايزين تحققوه في تحدي 30 يوم. انا عن نفسي لو عايزين تعرفوا يعني، فانا مثلا عليا حوالي 6 محاضرات عربي، 5 انجليزي، 3 كيميا في الباب التالت، وكان في واحدة في الباب التاني مشفتهاش. الفيزياء يعني نوعا ما ماشي الحال يعني، بس. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نازل اجيب شوية طلبات دلوقتي، تمام. هشوف كده لو الصلاة قامت ولا حاجة واروح اصلي ان شاء الله. سما رايقة قوي ما شاء الله يعني، عارف انت، شوت سينمائي. طبعا زي ما انا قلت لكم في الشورت اللي انا عملتها دي، او لو انتم مش عارفين يعني، انا الهدف من ان انا اعمل فلوجات وكده مجرد تحفيز ليا وليكم ان احنا نكمل. لان انا الصراحه اخر فتره ما كنتش بذاكر نهائي، وغير ان انا ما كنتش بذاكر، عارف انت نفسيا مفيش فقلت دي حاجه تحفزني، او زي ان انا البس نفسي بان انا لازم اعمل فلوج. احاول على قد ما اقدر اعمل فلوجات بشكل يومي، بحيث ان انا احفزكم معايا برضو زي ما انا بقول، وان ان انا نفسي اتشجع ان انا اذاكر، اتشجع ان انا اقعد فتره طويله على الكتاب. فبس لو انتم مهتمين شاركوني في التعليقات، اشتركوا في القناه. انا مستحي والله اقول كده، بس يعني ماشي الدنيا معايا. ذاكرت حبه كمان، العصر لسه مقدم، هنظبط الشنطه كده ان شاء الله ونتوكل ونروح الجيم ان شاء الله. في طريقي الجيم، بس طبعا قبل ما نوصل هنعدي نصلي الاول، بعد كده نروح ان شاء الله. فلا تتوقف عن السعي مهما حدث، جاهد واسع لهدفك في الحياة بكل جدية، حتى لو كانت خطواتك بطيئة وصعبة. بقالي كتير اصلا ما نزلتش الجيم، بس زي ما انا قلت لكم برضو فكرة الفلوجات دي شجعتني اكتر. عامة الواحد لازم يشوف حل في موضوع الالتزام ده. عامة الواحد مثلا مننا يعمل يوم كويس و10 مثلا متوسطين، او تلاقيه ما ذاكرش، ما عملش حاجة، ما نزلش حتى يتمرن يعمل اي حاجة، فاهم؟ محتاجين ان احنا نحسن الموضوع ده. السلام عليكم. اهلا اخويا يوسف حبيبي، عامل ايه يا حبيبي؟ كله تمام؟ الحمد لله. هنلعب ايه؟ انا هلعب فول بودي، انت تلعب ايه؟ رجلي ربنا معاك. دي اكتر تمرينه بحبها بجد؟ بصراحه. لو تشوف كل هالمنجزين، اي حد لاعب مغني اللي هو، شوف حياته كيف منضبطين. ترى كلنا عندنا نفس ال 24 ساعه، صح. بس في ناس ينامون 10 ساعات، في ناس ينامون 6 ساعات، في ناس يصيرون الشيشه 4 ساعات، في ناس يصير الشيشه نص ساعه، في ناس يجلس تتكلم عن الناس طول اليوم. يعني شو تسوي في وقتك؟ كيف تقسمه؟ انت تقول لي انا 16 ساعه شغل، اوكي 16 ساعه شغل، باقي لنا كم؟ 8. اوكي من 8 لو رقدت 6 باقي لك ساعتين، هالساعتين شو سوينا فيهم؟ تقدر تقول لي والله انا تمرنت، رحت مشي، رحت جري، قسمناهم صح الحين ضبط. مو بانه اليوم نسيت الوالده كلمتني مثلا، لا. الكوتش اتش سيد علي. أنا عندي قاعدة وأرفع شعارها، يعني إذا بذل المجهود فرض بالموجود وإن لم تحقق المقصود. أنت الآن بذلت مجهود لا يضيق صدرك،
ذاكرت وما توفق لا يضيق صدرك. درست الجدوى واستعنت بالله وفشلت لا يضيق صدرك. كنت مستعد ودخلت مسابقة في الإلقاء وخدت العاشر من أصل 5 لا يضيق صدرك. لا يضيق صدرك، مو بلازم دايم تفوز. أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة لا تسبق، العضباء، وكانت لا تسبق. يقول لاحظ فكرة وشو ناجحة دائما. كل ما كانت ظروف حياتك صعبة، كل ما كانت قيود عقلك عليك أقوى. أنا ما أؤمن في التحفيز، لأن التحفيز بيخليني أسوي الشغلة لأني تحفزت، وأنا أبغى أسوي الشغلة لأن عقلي يبغى يسوي الشغلة ومقتنع أنه يقدر يلتزم فيها. انا مروح دلوقتي، مفيش اضاءة حلوة بس مش مشكلة يعني. المفروض اروح اذاكر عربي ان شاء الله. Take yourself out your comfort zone. Do not live in your bubble. Put some more air in your bubble. If you stay in your comfort zone, that's where you will fail. كده إن شاء الله وعلى بركة الله أحداث هذه. هنخلي جده دلوقتي مراهق. المحاضرة خلي بالنا إحنا النهارده بفضل الله عز وجل بادئين إن شاء الله النحو السهل. أو اللي فات بس إن شاء الله أنا عايز بس اطمئن. أنا مرتبها ترتيب بفضل الله عز وجل هيخلي الدنيا كلها في جيبك. بس إن شاء الله ما تأجلش وما تراكمش. عاوزين نأكد تاني تنبيه مهم جدا جدا جدا. كده يكون اول فلوج خلص. الحمد لله خلصت المحاضرة. ان شاء الله اتمنى ان الفلوجات الجاية ان شاء الله نخلص 6 رقمات. فان شاء الله يعني شجعونا كده وخلونا نتكلم مع بعض يعني. سلام.